حوار بين مدرستين كرويتين مختلفتين يحمل في طياته الكثير من التحدي والطموح. برافات مسيرة التسلل في المحاولة الأخيرة. كرة في خط وسط، تمرير من جهة اليمنى كترجع من جديد لفريق بورتو عن طريق جو ماريو الدخول، ولكن هنا تغطية، هنا الدخول من جانب يوبوش وإبعاد كل خطر مترجي. قام بالمطلوب الدخول ديالو اللي كان بعد مغادرة اضطرارية للاعب أسامة الزمراوي. سحب البشير من أجل المشاركة. كرة من جديد لصالح فريق الوداد عن طريق لورش، ينزل من الجهة اليسرى، كرة ودادية، محاولة هجومية غير كيفية، تمريرة عرضية ولكن صوب الحارس ديالو كوستا، صوب الحارس مباشرة. تأتي بين الفين والأخرى محاولات يجب الاستفادة منها. لاحظوا هنا التمريرة العرضية شوف مباشرة عند الحارس. رجعت كرة مرة أخرى لصالح فريق بورتو، كيحاولوا يسلوا مشى اليمنى، الاعتماد على العمورة، كرة مميزة داخل منطقة الجزاء وسامو يضع بورتو في الشباك 1-0. اف سي بورتو يفتتح التسجيل. لاعب يجد نفسه في الخط الأمامي، يتمكن من استثمار كرة عرضية وبعد ذلك يحول. هذه المباريات اللي تشوفها بهذا الحضور الجماهيري الكبير، اللي تشوفها ايضا بهذه المساندة الكبيرة، انتظار مستوى حتى تلعب بعد نشوفوا لما لا الوداد يتألق ويسجل. للوداد في خط الوسط، سامو ضايع هذه الكرة، الاعتماد على الكرات العالية، إعادة الكرة صوب الدفاع مع إشراك توماس بيريز. جهة يمنى تواجد ديال اللاعب لوين، بيريز لاعب رقم 24 سنة، أرجنتيني، لاعب بورتو البرتغالي قبل الكاب اودينيزي، عنده تجربة مع اتلتيكو مدريد. الجهة اليمنى محاولة هذه كيفية مائعة تعود للوداد، تدخل ناجح لا تزال لصالح فريق الوداد الرياضي. بوشتا ومباشرة إلى خارج خط الخلفي بالملعب، سقوط أحد اللاعبين. شوفوا التدخل ديال الريحي أمام تواجد ديال اللاعب كونسالو. بورغاس 24 سنة، مدرسة فريق اف سي بورتو في الفئات السنية، صعد من فريق أقل من 19 سنة لفريق اف سي بورتو الحرباء إلى الفريق الأول. كما نتابع سقوط على رقعة الملعب قبل ما توقف. تحدثنا على الانجازات ديال الفريق سي بورتو في الجوله الاولى، ما نساوش بانه ايضا من الفرق اللي عندها ما يصل ل 30 لقبا على مستوى الدوري المحلي بريمير.
الفرق اللي عندها تتويج ملحوظ وكبير. ينضاف اليه فريق بنفيكا. كرة في خط وسط لصالح فريق الوداد. اوبينغ ترجع عند الحارس او كان كريستوفر لورش. نعم ترجع الكرة عند الحارس يبو وسط يرسل بالشوط اليسرى. كرة من جديد لصالح فريق FC بورتو. الانسداد عبر الاطراف، حل من الحلول يقوم بها الفريق في هذه المقابلة. كرة صوب الصامو، اخذ ورد، تغطية دفاعية من هذا الخطر لم تكتمل. المطلوب هو ايقاف هذه العملية الهجومية والبحث عن مرتد سريع او بناء حملة هجومية منسقة. رايحي يحصل على تماس، كرة في تماس ايوب بوشتا. تنفذ هذه الكرة كان هنوري في قميص فريق الوداد الرياضي. صورة علوية لهذه المعلمة الرياضية للمركب الرياضي محمد الخامس مدينة الدار البيضاء. ولا مكان غير الكل يتابع ما يحدث على رقعة الملعب. بوشا يستعد لرفع الكرة، كرة ثابتة هي يسار رايحي يمين مشوار اللاعبين في الانتظار. تنفذ داخل منطقة الجزاء صوب الرايحي، ولكن الأقرب خط الجانبي للملعب. بوشتا لعب كرة مع الرايحي، نادي بوباريك يرفع كرة دار مدافعين، ولكن اختل الدفاع للتماس مرة أخرى لصالح فريق الوداد الرياضي. تنفذ تمريرة بهذه كيفية كانت لبست يد، تقريبا كانت لبست يد داخل منطقة الجزاء. العموم مواصلة اللعب الآن، كرة في خط وسط، تمريرة بهذه كيفية لمحاولة خروج ديال الحارس يوسف مطيع كيبعد كرة. نعم كرة لصالح فريق الوداد، ينطلق موكي مرابط يرسل سريع يبحث عن تمريرة عرضية. ليش بوترجي نزل الكرة ديالو جال يمنى، لعب كرة مع مبارك كريستوفر لورش، مرابط تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية لإبعاد الخطر فقط. وجهه كان بعيد بعض الشيء. محاولة الفريق البرتغالي ضائعة. نادي مبارك مترشي